نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والميسر عباد الله هو القمار بأي نوع كان، نرد أو شطرنج أو كعاب أو ورق أو أي شيء فيه قمار، فهو من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه تعالى أؤامرك فليتصدق، فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة أو الصدقة، فما ظنك بالفعل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما سبغ يده في لحم الخنزير ودمه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال ابن عمر رضي الله عنه: اللعب بالنرد قمار كالدهن بودك الخنزير. وقد سئل النووي رحمه الله تعالى عن اللعب بالشطرنج هل يجوز أم لا، فأجاب رحمه الله: إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهي حرام، والدليل على تحريمها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله تعالى: وإن تستقسموا بالأزلام. قال وكيع بن الجراح: هي الشطرنج. وقال علي بن أبي طالب:
رضي الله عنه ومر على قوم يلعبون بها، فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. ثم قال: والله لغير هذا خلقتم. وقال أيضا رضي الله عنه: صاحب الشطرنج أكذب الناس، يقول أحدهم: قتلت وما قتل، ومات وما مات. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يلعب الشطرنج إلا خاطئ. وقيل لإسحاق بن راهويه: أترى في اللعب بالشطرنج بأس؟ فقال: البأس كله فيه. فقيل له: إن أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب. فقال: هي فجور. وسئل محمد بن كعب عن اللعب بالشطرنج، فقال: أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل. ولما ولي ابن عباس رضي الله عنه مالا اليتيم، فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها. وروى أبو بكر الأثرم في جامعه عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في كل يوم 360 نظرة إلى خلقه، ليس لصاحب الشاه فيها نصيب. والنرد هو المكعبات التي ترمى بدون حساب أو تفكير، فهي محرمة على الإطلاق، ويقاس على كل لعبة مثلها، ولها عدة أسماء مثل الزهر وغيرها، فهي تعتمد على الرمي بدون تفكير. كذلك الورقة، ولها عدة أسماء مثل البالوت والباصرة وغير ذلك، فهي إن كانت على عوض فهي محرمة بالإجماع، مثلها مثل غيرها. ومثل النرد والشطرنج والضومنة أيضا، إن كان اللعب بها على عوض أي قمار فهي محرمة. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن اللعب بالورقة فقال: أفتى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي نقلا عن ابن تيمية رحمهم الله جميعا على تحريم اللعب بها، سواء كانت بعوض أو بدون عوض، فقال: لما فيها من التفريط عن الصلاة والواجبات والأعمال النافعة، مثل قراءة القرآن، والتفريط في قراءة الكتب، والتفريط في أداء الرواتب والسنن، والتفريط في جمع الأعمال النافعة في الدنيا والآخرة. بل ترى الذين يلعبون بالورقة أو بغيرها غالبا يحصل بينهم شجار ولعن وسباب، وكل واحد يسب والد الآخر أو أمه، ثم تنتهي بالمضاربة الشديدة التي تورث العداوة والبغضاء والغل والحقد. وترى الذين يلعبون بالمقامرة على وجوههم الغبرة ونفوسهم متوترة وعقولهم متشتتة وقلوبهم وألسنتهم بعيدة عن ذكر الله، بل إنهم